اهلا بكم في حلقه جديده من سينما تكنيك، والنهارده هنتكلم على اللايتنج. اللايتنج او الاضاءه هو مصطلح بيطلق من مديرين التصوير في الموقع السينمائي لتحديد كيفيه اضاءه او اظلام مشهد معين في السينما. ليه ده بيتعمل؟ عشان يحدد مود معين، نوع الاضاءه، لون الاضاءه، كل ده يحدد لك مود معين، درجه الضلمه او درجه المكان مضيء قد ايه، كل ده بيحدد لك المشهد ده هتحس بايه وانت بتشوفه. الضلمه ممكن تبقى حاجه مريحه وفي نفس الوقت ممكن تبقى حاجه مخيفه، في الحالتين ده كله ارتستيك تشويس واختيار فني من مدير التصوير مع المخرج. برضه ممكن يستخدم عشان يوضح لك معلومه معينه، حاجه مضيئه في وسط ظلام، ده بيديك معلومه. وممكن يتعمل عشان يديك افكت معين بضخامه مكان او بصغره. الاضاءه في العموم ليها نوعين، ديجيتال لايتنج وفيلم لايتنج. الديجيتال لايتنج ده لما تكون بتستخدم طبعا كاميرا ديجيتال وزي معظم الافلام الحديثه، واحيانا بتتدخل التكنولوجيا في اضاءه الفيلم نفسه بعد ما بتصوره، وده طبعا ما بيديش كنترول كامل لمدير التصوير في اختيار اضاءه فيلمه. على النقيض الثاني الفيلم لايتنج، لما الفيلم بيتصور بخام، يعني بيتصور على خام فيلم زي افلام زمان وكاميرات اللي احنا كنا بنصور بيها زمان لما بتروح تحمض الفيلم، بس بيبقى فيلم اكبر شويه. ده طبعا بيدي فول كنترول بقى لمدير التصوير، هو حرفيا اللي بيحدد كميه الاضاءه بالظبط اللي هتدخل على الفيلم قد ايه، وهو اللي بيحدد فيلمه هيبقى مضيء ولا مظلم. انواع الاضاءه، اولا الهارد لايت، وهو الضوء بقى القوي واضح على الشخصيه، بيستخدم احيانا عشان تعمل ظل او تعمل ظل على الشخصيه نفسها او وراها. ومثال عليه طبعا الفلاش اللي في الكاميرات بتاعتنا، ده هارد لايت، ده موجه على الشخصيه نفسها تماما ومقصود بيه هو هيروح فين. تاني نوع وهو السوفت لايت، وده طبعا بيستخدم بقى عشان ندي شويه لمعان كده للشخصيه او ندي عمق للمشهد، زي الاضاءه اللي ورايا دي مثلا تدي عمق، لو انا مش حاططها هتفتكر الحيطه اقرب ليا من وضعها الحالي. ده كله تكنيك عشان نحلي المشهد او تديله طعم معين. ده طبعا مش بيبقى ملاحظ قوي وهدفه ان هو يبقى مستخبي، بس بيأدي وظيفته. مثال عليه النور لما يبقى داخل من الشباك في الافلام وغيره، ده بيبقى سوفت لايت عشان ينور المكان، ولكن مش مقصود منه حاجه معينه. السوفت لايت والهارد لايت لما بيتجوزوا بيخلفوا عيل اللي هو الامبيانت لايت. الامبيانت لايت لما تكون مش عايز تستخدم ده ولا ده، بتستخدم الامبيانت لايت، وهو ضوء عام شويه بيدي اضاءه عامه للمكان، ومش بيبقى موجه لحاجه معينه ولا هدف منه خلفيه او الشخصيه نفسها، هو مجرد اضاءه عامه. وبيستخدم في الغالب في الحوارات وفي المشاهد النقاشيه جوه الافلام. طبعا جوه بقى انواع الاضاءه، في انواع اضاءه كتير جدا، زي ان انت تنور وش الشخصيه او تنور ورا الشخصيه او ان انت تنور حوالين الشخصيه. كل نوع من ده بيديك افكت معين وبيديك طريقه معينه توضح وتبرز بيها الشخصيات بتاعتك واللوكيشن بتاعك. السينما حرفيا هي لعب الضوء والظلام مع بعض على حيطه عشان يطلع لنا مشهد. فان انت تحدد او تقرا المخرج قرر يضيء ايه او يظلم ايه وازاي، ده كله بيحط جواك احساس معين ومود معين، وهو ده الهدف من استخدام الاضاءه بالطريقه دي. الاضاءه ليها معنى، زيها زي الكلام، زيها زي الموسيقى، زيها زي حركه الكاميرا، هي ليها معنى، وكل شيء بيضاء في الكادر او في المشهد ليه هدف. اضاءه كويسه بتدي احساس عام وبتنجح الفيلم جدا، اضاءه وحشه بتدمر الفيلم وبتخلي الناس مش شايفه حاجه تقريبا، يا اما المشاهد مضيئه زياده عن اللزوم فملهاش طعم. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، احب اسمع رايكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك، شير، سبسكرايب، واشوفكم في حلقه جديده من ارت لاب.